السيد رئيس المرصد الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، السادة المحاضرين الأفاضل، السيدة المقررة، السادة والسيدات أعضاء المكتبين الوطني والتنفيذي للمرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، يعني تحية لكم جميعا. بداية أود أن أتحدث عن بطبيعة الحال هذا السؤال موجه للأساتذة المحاضرين، وهو كما نعلم أن السنة الحالية هي سنة انتخابية، معنى أننا مقبلين على انتخابات نيابية وستليها إن شاء الله انتخابات الجماعية. فإلى أي حد يمكن الحد من الاستغلال السياسي أو السياسي لتنزيل برامج التنمية البشرية؟ ولاحظت بانه كاين واحد التهافت غير مسبوق في يعني في تنزيل ديال المشاريع المبادرات يعني ديال التنميه البشريه. وما اثار انتباهي وهو ربما طريقه باش تنجز الاشغال على الطريق المؤديه لمدينه اسفي. يبدو لي بان فيها نوع من ارتباك. كيف يعقل ان مدينه اللي هي مقر ديال الجهه وفيها التعثر مقارنه مع مدينه مراكش اللي هي اليوم اصبحت من المدن المتطوره؟ كذلك عندي سؤال اخر وهو وزاره الداخليه. كيف يعقل انها هي المشرفه على هذه البرامج الجديده ديال التنميه البشريه، وكيف انها تنزل؟ اذا هنا ما شنو هو الدور ديال جمعيات المجتمع المدني، خاصه جمعيات الحقوقيه؟ فيما يخص يعني عندي واحد يعني سؤال اخر وهو ما يرتبط موجه ايضا للاساتذه الافاضل المحاضرين. العداله المجاليه. لما نتحدث عن العداله المجاليه، حنا كمرصد حقوقي بالمناطق الجنوبيه خاصه مدينه طنطا تعرف هذه المدينه هشاشه كبيره على مختلف المستويات. الصحه، عندنا مستشفى اقليمي، كاين اداره شابه حاليا حقيقه، وكاين انجازات، ولكن كاين اكراهات كثيره جدا. ما غاديش نسميه الاسم ديالو اللي كنا كنسموه خلال الحراكات وخلال اسمه انه كان في وقت من الاوقات مستشفى مقبره. لم اطلق هذا القول، ولكن اقول بانه يحتاج الى مجموعه من يعني التدخلات. ايضا البطاله، المشكل ديال البطاله ينخر مدينه طنطا وينخر الجهه ايضا. كيف يعقل انه عندنا دكاتره معطلين ومجازين معطلين وهما معنا في المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الانسان والحريات؟ عندي واحد واحد النقطه ايضا فيما يرتبط ب يعني تعزيز دور المرصد في تقييم الاستثمارات وتتبعها ومواكبتها. وايضا سؤال ايضا وهو ما يرتبط بالصحه. نعلم ان الصحه هي حق كوني غير للتدخل، فكيف نفسر التدخل ديال السلطه خلال جائحه اللقاحات ديال كورونا؟ كاين عندها واحد التاثير على الصحه ديال المواطن. اذا هنا حنا كمرصد حقوقي نقول ان الحق في الصحه هو حق كوني وغير قابل للتصرف. فهل يحق للسلطه التدخل في يعني الصحه العامه؟ بعض التوصيات بطبيعه الحال ربما اذا كانت السيده المقرره عندها سعه الصدر لتدوينها. استاذ الا قدرت تعطي لنا كتابه يبقى عندنا في التوصيات ديالنا وفي كل شيء باش حيت مازال الاجابات تاع الاساتذه. المهم غير كانت شي توصيات اخرى ترفق عنا